تعرضت للتحرش اللفظي وطالتها الاتهامات الكثيرة والباطلة بسبب جرأتها وإصرارها على شغفها. انفصلت عن زوجها بعد أن ذاقت الأمرين، مر الحياة الزوجية القاسية ومر الوصول للحظة الانفصال، أو بالأحرى الخروج من هذه المعركة. طالتها شائعات كثيرة وتعرضت للكلام اللاذع، انهارت وسقطت لمرات عديدة، مما أدى إلى مكوثها في البيت وابتعادها عن عملها لأشهر طويلة، من راقصة على مرآة صغيرة في غرفتها البسيطة إلى أشهر مدربة رقص في العالم العربي، الكوتش لورا مقران. ما تعرفونه عن لورا هو ما تشاهدونه على صفحتها الشخصية فقط، راقصة بجمهور كبير وملايين من المتابعين. هل لورا مقران نالت هذه المحبة وكسبت الملايين من المتابعين بين ليلة وضحاها؟ بالطبع لا، ولكن كيف؟ في عام 2012 بدأت حرب سوريا، حيث كانت عائلة لورا مقيمة في دمشق مخيم اليرموك، وبسبب تلك الحرب خسرت العائلة منزلهم الكبير كمعظم الشعب السوري، فاضطروا للهجرة إلى تركيا، وكانت الخطة اللاحقة العودة إلى بلدهم الأصل الجزائر. ولكن شاءت الصدفة لتغير لورا خطة عائلتها وتلتحق بدورة تدريبية للرقص الشرقي عند راقصتها المفضلة ديدم كينالي. وبسبب حب وشغف لورا للرقص الشرقي اضطرت لدفع كل المال الذي ادخرته من أجل السفر، وعندما أنهت تدريبها ولأنها خسرت كل مالها عادت أدراجها إلى دمشق. كما أن انفصال والداها جعل من هذه الشابة أنثى مسؤولة عن لقمة عيش والدتها، لتبدأ لورا مقران بالعمل في بيع الألبسة في دمشق. لم تكن راضية، ولكن لا بد من تأمين السكن والعيش بكرامة لها ولوالدتها، حتى بدأت بالعمل في نادي متواضع مدربة زومبا ورقص شرقي. ما عانته لورا حقا في عملها هو تغيير وجهة نظر المجتمع الشرقي عن الرقص الشرقي وتصحيح الصورة وإيصال الفكرة لهذا المجتمع بأن الرقص هو فن ورياضة ترفيهية وليس فقط في الأماكن الغير لائقة والملاهي. لم تقف هذه المعاناة عند لورا فقط، بل طالت والدتها أيضا انتقادات الناس لها والغمز واللمز. رغم كل المشاق أصرت لورا على شغفها، بإصرارها وذكائها وصلت إلى هدفها، حققت حلمها خطوة بخطوة من خلال ادخارها المال واستئجار قاعة في نادي معلا المعروف في دمشق، وكذلك تسهيل الاشتراك لمحبي الرقص الشرقي والزومبا برسوم قليلة جدا، تقديرا منها لظروف متدرباتها المادية وتحفيزا لهم. ماديا لم تكسب لورا إلا القليل، أما معنويا ازدادت شعبيتها وكسبت قلوب الكثير، لطالما اجتمعت فيها الصرامة والروح الفكاهية في آن واحد، لتمد مشتركاتها فعلا بالطاقة الإيجابية والالتزام في وقت واحد. وفي تاريخ 20 ديسمبر عام 2023 عادت دمشق من جديد بعد إنهائها عملها في الإمارات العربية المتحدة. هل عرفت حقا من هي الشابة لورا؟